اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، يا مساء الفل، مساءكم زي اللبن الحليب. الولاد النهارده كانوا عايزين يجيبوا كنتاكي من برّه، قُلت لهم: "هتجيبوا كنتاكي وأمكم موجودة؟ تعالوا كده نسمّي الله وأقول لِك تعمليها إزاي بطريقة خطيرة يا جماعة، أنضف وأحلى من اللي بتجيبيها من كنتاكي 100 مرّة." حطّي لايك حلو للفيديو عشان تستفادي منه جدًا، وما تنسيش نصلّي على النبي، وتعالوا نشوف فراخ كنتاكي دي هنعملها بطريقة سهلة وخطيرة. سميت الله وجبت الدبابيس غسلتها كويس جدًا ولازم نشيل الجلد منها، دبابيس أو صدور لازم تشيل الجلد منها، بعد ما غسلتها كويس تبلتها بملح وفلفل أسمر، ركنتها على جنب لمدة 10 دقايق، وبعد كده حطيت معلقة كبيرة من السمنة ونزلت بالفراخ شوحتها مع حبهان ومستكة وورق لوري مطحون، ونزلت بالمَيّة المغلية اللي هي تغطي الفراخ بس، وطماطماية وبصلاية حبة جزراية ما فيش مشكلة، واغطي عليها بقى وهنا هنسوي الفراخ 70%. والخطوة دي مهمة جدًا، جدًا، عشان طبعًا نتأكد إن الفراخ بتاعتنا مستوية وما فيهاش دم خالص من جوّه. نسيب بقى الفراخ تبرد جِبت بعد كده معلقتين كبار من الدقيق، معلقتين كبار من بهارات الفراخ، ومعلقة ملح، قلّبتهم كويس مع بعض، وبامسك دبوس، دبوس أغلّفه بقى بالدقيق كده، المهم إن الفراخ بتاعتنا تكون بردت تمامًا عشان ما تعجنش. بعد ما غلّفت الدبابيس كلّها ده شكلها، نركنها على جنب، وأجيب نُص كوباية من المَيّة، حطيت عليها معلقتين كبار من المستردة، ما باحطش بيض عشان البيض بيغيّر طعم الفراخ لمّا بافرّزها. لمّا آجي أطلّع الفراخ كده وأقليها طعمها بيبقى متغيّر، فباستبدل البيض بالمستردة. حطيت معلقتين كبار من بهارات الفراخ، ومعلقة ملح، معلقتين من النشا عشان تطلع مقرمشة، ومعلقتين كبار من الدقيق. قلّبت الكلام ده، الخليط ده عايزين القوام بتاعه يكون ولا خفيف ولا تقيل، يكون قوام متوسط كده عشان يثبت على الفراخ. باحط الدبوس في الخليط السايل، وبعد كده باطلّعه على دقيق ذرة وبقسماط. طبعًا دقيق الذرة بيدّي لون حلو جدًا للفراخ بعد ما نقليها، وكمان بيدّيها قرمشة وطعم حلو جدًا. فحطيت هنا دقيق ذرة وحطيت بقسماط ناعم، قلّبتهم مع بعض كده، وبامسك بقى دبوس، دبوس أغلّفه كويس جدًا. حابة بقى تفرّزيها تعينيها في الفريزر، وتيجي تطلّعيها قبل ما تقليها كده بنُص ساعة تفُك، وبعد كده تقليها هتلاقيها خطيرة وتحفة التحفة. ده شكلها طبعًا بعد ما غلّفتها خطيرة يا جماعة. ممكن طبعًا نفرّزها عشان رمضان هتسعفِك وهتبقى حلوة والولاد بيحبوا الأكل دوّة. حطيت هنا زيت، هنقليها بقى إزاي، هنحط زيت أهم حاجة الزيت يكون غزير اللي هو يغطي الفراخ، والزيت نكون مسخّنينه كويس جدًا. هننزل بالفراخ، وبعد ما حطينا الفراخ نخلّي بقى النار متوسطة عشان تكمّل السِوَى بتاعها، وأول ما تاخد لون نقلبها الناحية التانية كده وشايفين شكلها خطير جدًا، جدًا، والcover ثابت ولا وقع ولا أي حاجة. بعد ما استوت واتأكدت إن هي استوت كده 100%، باصفّيها كويس جدًا من الزيت واطلّعها. الله يا جماعة والله ريحتها كانت تحفة التحفة، خطيرة. أهم حاجة اللي أنا اتأكدت إن الفراخ بتاعتي مستوية وما فيهاش دم خالص من جوّه. هنعمل جنبيها إيه، نعمل جنبيها بطاطس مقلية، نعمل جنبيها مكرونة وطبق سلطة، وتبقى وجبة حلوة جدًا، جدًا لفطار رمضان. شايفين ما شاء الله من جوّه، بُصّوا خطيرة، اللحم أبيض ما فيهوش دم خالص، تحفة. جرّبوها إن شاء الله أنا واثقة إنها تعجبكم، وحطّوا لايك حلو للفيديو ده.